السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الداخلي لما توقف الصراع اللي جواك. أهلا وسهلا بيكم في الحلقة 27 من سلسلة شفاء الروح. السلام مش معناه ان كل المشاكل راحت، مش معناه ان كل الظروف حواليا اتظبطت، مش معناه ان حياتك بقت سهلة او مثالية. السلام معناه ان انت بقيت قادر تسمع نفسك وتسمع قلبك من غير ما يكون في صراع مستمر جواك، من غير ما كل فكرة عن نفسك تتحول لحرب، من غير ما كل موقف وكل كلمة وكل شعور يخليك تتحاسب وتحاسب نفسك عليه. السلام معناه ان انت بقيت تقدر تكون مع نفسك من غير لوم، من غير جلد، من غير خوف. أكبر معركة في حياتك مش مع الناس، مش مع اللي حواليك ولا الظروف. أكبر معركة جواك انت. جواك صراع مستمر بين اللي نفسك تعمله واللي انت خايف منه، بين اللي نفسك تكونه واللي الواقع بيجبرك عليه، بين الماضي اللي ماسكك والمستقبل اللي احنا متخيلينه صعب، بين اللي نفسك تحققه وبين الواقع اللي مش زي ما انت نفسك فيه. كل يوم بنحس بالصراع ده، بنحس بخيبة أمل وخوف وغضب، وأوقات بنلوم نفسنا على كل حاجة فاتتنا، وبنقارن نفسنا بالناس وباللي حوالينا، بنقارن نفسنا باللي شايفينه ناجح، باللي شايفينه أفضل مننا. كل المقارنات دي بتكسر سلامك الداخلي وبتخليك تحس ان انت ناقص ومش كفاية ومش كامل. رمضان فرصة مش بس للصوم او العبادة، رمضان فرصة عشان تقعد مع نفسك بصراحة بدون اي حجة، تشوف كل اللي كنت وكل شيء حواليك حبه جواك، تشوف خوفك، تشوف حزنك، تشوف جرحك القديم، كل الأخطاء بتاعتك وكل الندم اللي جواك، وتحاول تتصالح مع كل دول، مش عشان تنساهم ولكن عشان تحرر نفسك. مش مطلوب منك ان انت تكون كامل، ولا ان انت تبقى عارف كل الإجابات، مش مطلوب منك تتحكم في كل اللي حواليك. المطلوب ان انت توقف جلد نفسك وتوقف لوم لنفسك وتوقف على كل حاجة فاتت وتفكيرك المستمر. انا كنت لازم اعمل كده، انا فشلت، انا قصرت. كل ده جزء منك، عمره ما كان عيب ولا هزيمة ولا حاجة تخليك أقل. كل دي مجرد جزء من رحلتك، جزء من اللي خلاك إنسان، كل جزء من اللي وصلك للي انت عليه. السلام الداخلي بيبدأ من اللحظة اللي توقف فيها الحرب مع نفسك، اللحظة اللي تسمح فيها لنفسك انك تسمح لنفسك تخاف وتحزن وتبكي وتفرح، حتى لو انت مش مثالي، حتى لو انت مش كامل. تقبل ان حياتك فيها نقص وفيها اخطاء وفيها جروح وفيها بعض الضياع واوقات كتير. كل دي مش نهاية، كل ده جزء منك ومن رحلتك، جزء اللي بيخليك تنمو وتتطور. لما تبدأ تتصالح مع نفسك هتحس بشعور غريب وشعور حر، وشعور ان انت اخيرا موجود جوه نفسك. مش معنى ده ان كل حاجة بقت سهلة، لكن معنى ده ان انت بقيت قادر تواجه كل حاجة من مكان جديد، من مكان سلامك الداخلي. هتحس ان كل يوم ليه قيمة حتى لو الظروف صعبة، هتحس ان كل تجربة حتى لو موجعة ليها معنى، هتحس ان انت مش محتاج تثبت حاجة لأي حد ولا لأي ظرف حتى لنفسك. هتبدأ تبص للحياة بشكل مختلف، كل كلمة وكل موقف وكل تجربة بتتعامل معاها بمنطلق هدوء ومنطلق صبر ومنطلق قبول. حتى الأخطاء هتتعامل معاها بالراحة، مش بلوم، مش حرمان نفسك من الحب والراحة. الجروح والألم والفقد هتحسهم جزء منك، مش علامة على فشلك ومش سبب ان انت توقف حياتك. هتحس ان قلبك بيتنفس بدون صراع، بدون خوف، بيتنفس من غير لوم مستمر. لما تصالح نفسك هتلاقي مساحة جوه قلبك، مساحة للهدوء والحرية والحب نفسك بدون شروط. مش شرط تعمل حاجة عشان تكون محبوب، ومش شرط تكون مثالي عشان تستحق الحب، بس ببساطة وجودك كفاية، وجودك كله يستحق السلام. ممكن تلاقي نفسك فجأة بتضحك من قلبك من غير سبب، بتبكي من غير خوف ومن غير لوم، تحس بالحب، بالامتنان، بالسكينة،
تحس ان انت اخيرا بتعيش لحظاتك بدون صراع وبدون صدمات وبدون اذى. سؤالي ليكم النهاردة، لو وقفت فعلا عن محاربة نفسك، ايه اول شعور هيتفتح جواك؟ هل هو راحة ولا حرية ولا خفة ولا سعادة من جوه قلبك، ولا شعور تاني، شعور يمكن من زمان نسيت طعمه؟ احساس ان انت اخيرا مع نفسك من غير صراع، من غير حرب ومن غير ضغط. احساس ان انت اخيرا موجود بدون اي حكم على نفسك، موجود وحقيقي ومحب لنفسك، كله جواك، ودمتم سالمين.